السلام عليكم ورحمة الله. معكم سمية حلويات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. وعواشركم مبروكة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم الخبز العربي، كيجي أكثر من رائع، كيجي شهوة منه، الساندويتشات، الشاورما، كيجي ولا أروع. كيف ما نوضح لكم الصورة ما كتجيش فيه البابا، كيجي بحال شي بوش. طريقة التحضير ديالو اللي هي سهلة. غادي نعطيكم إن شاء الله جميع النصائح اللي غادي تخلي الخبز ديالكم يتنفخ وكيجي فيه واحد الشكل اللي هو رائع. حنا ان شاء الله مقبلين على رمضان، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والعافيه. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كنعرفوا تنبغوا نوعوا في مائده ديال الافطار. شوفوا معايا ما شاء الله كيجي ولا اروع. خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير، فرجه ممتعه. وعلى بركة الله نعطيكم المقادير إن شاء الله. غادي نحتاجو 400 غرام ديال الفورص اللي هي مغربلة، 150 غرام ديال الدقيق الفينو باش كنعجنو المسمن، عندي 300 غرام ديال الماء، هاد الكاس فيه 240 وجبانية فيها 60 غرام باش غنصوبو العجينة ديال الخميرة. غنحتاجو 2 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون، 5 غرام ديال الخميرة، حبيبات 100 غرام ديال الملح، واحد ملعقة صغيرة ديال الخل. أول حاجة غادي نصوب العجينة ديال الخميرة، غادي نحتاجو 60 غرام ديال الماء غندفيوها. غادي نضيف عليها 3 ملاعق كبار ديال الفورص، ومن بعد غادي نضيف عليها الخميره حبيبات. غادي نحرك كلشي مزيان بالملعقه حتى ما يبقاوش عندي دوك التكتلات، وغادي نغطيها بالفيلم اليمونتير غنخليها على جنب حتى كتفاعل ليا. عاد ان شاء الله نعجنوا العجين ديالنا. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غنعجن العجين ديالي في قصريه غلبت الفرص الفينو. العجينه ديالتي تفاعلات وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها. تقدروا تعجنوا في العجانه. اول حاجه غادي ناخذ 8 غرام ديال الملح وغادي نحطها على جنب، ما غاديش نخلطها مع الخميره باش الخبز ديالي يخمر ليا في ساعه. ملعقه ديال صغيره ديال الخل، وغادي نضيفوا ملعقه واحده ديال زيت الزيتون، والملعقه الثانيه غادي نخليوها حتى الاخير غادي تشوفوا معايا صافي. وغادي نضيف ديك الخميره اللي تفاعلات، ومن بعد غادي نجمع العجين ديالي 240 غرام ديال الماء اللي بقات تدريجيا. انا العجين ديالي خدا ليا 300 غرام حتى مستعمله الدقيق الفينو. الا كان الفرص غياخذ لكم ما بين 270 و 280. دائما الماء تيبقى على حسب الخليط. نجمع هاد العجين ديالي وانتم معايا. وملي جمعت العجينه ديالتي تندلكها مزيان. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. العجينه كتكون عندنا ماشي مرخوفه ماشي جاريه بحال العجينه ديال المسمن اولا البطبوط العادي اللي كنديرو. صافي ديك الملعقه اللي بقات عندي ديال زيت الزيتون غادي ندهن بها لوبول، وغادي ندير فيها العجينه ديالتي غنشكلها على شكل كره بحال ملي تنبغيو نقرصوا الخبز. صافي وغادي نغطي عليها بالفيلم اليمونتير، وكناخذوا شي منديل تيكون نقي نغطيوها وكنخليوها ان شاء الله حتى كتخمر. عاد ندوزو نكملوا ان شاء الله التتمه ديال الوصفه.
العجين ديالي خمام. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نحيدو منو داك النفس اولا الكاس. غادي نحيد الفيلم اليمونتير، غادي نستعنو بلا فارين، وغادي نحاول ندلكها تقريبا واحد جوج ديال الدقائق. من بعد غادي نشكلها على شكل حربول. غادي نقطع فيه كريات اولا اجزاء من فئه 100 غرام وانتم معايا. ومن بعد ما شكلتهم كيف ما شفتوا معايا درت فيهم 100 غرام. غناخذ العجينه الاولى ان شاء الله غادي نطلقها بيديا، نبسطها بيديا. من بعد غادي نكمل نطلقها بالمدلك، وغنطلقوها رقيقه ماشي رقيقه تيبان بلون دو طرافاي، رقيقه. غتشوفوا معايا السمك ديالها تقريبا غادي يكون واحد 4 ديال المليمتر صافي، باش منين كان يطيب لنا الخبز ديالنا ملي كنحل نفتحو تيكون عندنا بحال واحد البوش. الخبز ما تتكونش فيه البابه، كيجي فيه ساندويتش زوين اولا الشاورما صافي كيف ما موضح لكم الصوره. شوفوا معايا واحد النصيحه غادي نعطيها لكم باش ينجح لكم هذا الخبز العربي. ملي كتطلقوه بالمدلك كطيبوه في البلاصه، ما كتخليوش مازال يزيد يرتاح مثلا 4 دقائق ولا 5. قد ما ارتاح غادي يزيد يخمر لكم. ملي غتكونوا كطيبوا فيه غادي يدير لكم واحد الثقب غادي يبقى يخرج داك النفس، وغادي يحبس الخبز ديالنا ما يخليش يطلع علينا. صافي الطريقه سهله. غادي نبسط العجين ديالي كامل، هذا هو السمك اللي كنحصلوا عليه شفتوا معايا. غادي نديرهم في اللاطه، انا غادي نطلقهم كاملين عاد ندوز ان شاء الله باش نطيبهم. من بعد سخنت المقله ديالتي، كتسخن مزيان، النار كتكون معتدله. غادي ندهن المقله ديالتي يعني غير دهنه خفيفه ماشي بحال ملي كنطيبو مسمن. وغادي نحط العجينه ديالتي الاولى اللي كرست، وغادي نتسنى عليها. مجرد ما كتنشف كدير لنا غير واحد الفقاعه تيكون غير صغار، ماشي كنخليوهاش كدير فقاعات كبار غير صغار صافي كيف ما موضح لكم الصوره هنايا. غادي نقلبها صافي، وبنفس الطريقه الجهه الثانيه حتى هي غير كتنشف لينا كدير لنا دوك الفقاعات اللي تيكونوا صغيورين كيف ما موضح لكم الصوره. شوفوا معايا غادي نقلبها، وهنايا فين غادي تبدا تنفخ يعني غتبقى دير دوك الفقاعات الكبار كيف ما موضح لكم، وغادي تبقى بشويه بشويه وهي كتنفخ يعني حتى كتنفخ لينا كامله وكتورق ما شاء الله. كيجي الخبز رائع ملي كنقطعوه تيكون بحال شي بوش. الشاورما ساندويشات كيليق لينا بزاف الوصفات. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي الخبز كيفاش كيتنفخ. هذا هو السر اللي عطيتكم، هو انكم ملي كتورقوها كطيبوها في البلاصه، ما كتسناوش عليها مازال ترتاح 5 دقائق اولا 5 دقائق اولا 6 دقائق. حتى ملي غتزيد تخمر لكم غادي دير لكم واحد الثقب ملي كتكون كتنفخ بحال هكذا داك النفس كيخرج وما غاديش تنفخ لكم. حتى الا تنفخات غادي تهبط. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيفاش جا ولا اروع. صافي كنبقى ندور فيها شويه بشويه، وكتحاولوا بالملعقه اللي كتكون ديال العود كتقلبوها وكتغيب شويه باش ما تديروش فيها الثقب. صافي والجهه الثانيه كنتسنى عليها حتى كطيب مزيان.
صافي وغادي نحيدها وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي ولا اروع في لي ساندويتش. وبنفس الطريقه ان شاء الله غادي نبقى تنكمل العجين ديالي كامل. النصيحه رانا عطيتها لكم هو انكم غنعاود نقولها لكم، هو انكم منين كتقرصوا كطيبوا في البلاصه. صافي انا غادي نبقى بحال هكا ان شاء الله حتى نكمل العجين ديالي كامل ونتلاقاو وتشوفوا معايا كيفاش كيجي هذا الخبز العربي، وتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نعمرو ان شاء الله. وتيكون هذا هو الخبز العربي من بعد ما كملت له الطياب ديالو، كيجي اكثر من رائع في المنظر والشكل. اما الداخل ديالو يا سلام، كيجي خفيف بزاف ما فيش حس البابا. كيف ما تنقولوا بحال كيجينا مورق ملي كنحلوه تيكون بحال شي بوش. تبعوا غير الطريقه اللي عطيتكم والنصائح كاملين اللي عطيتكم، ان شاء الله غادي ينجح معكم الخبز. انا غادي نقطعه بالمقص وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي الداخل ديالو كيف ما قلت لكم بحال شي بوش كتعمروا باي حشوه بغيتو، بشاورما، اي حاجه هو كيجي رائع. شوفوا معايا غير هذا الطريف كيفاش كيبان لكم وكيجي مدلوك مزيان وكيرتاح. شوفوا معايا ما شاء الله كيفاش كيجي ولا اروع. هنا تعمروه باش ما بغيتو. الساندويتشات الوليدات، حنا مقبلين ان شاء الله على رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والراحه يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان. تنبغيو ننوعوا يوميا في مائده الافطار كما تنقولوا العين وكاله. صافي هذا ما كان ان شاء الله انا غادي نعمرو وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي. عندي الخص، عندي الفريت، عندي شويه اللحم ديال الشاورما، عندي فلفله خضراء حمراء بصله مشلضاهم كاملين وسطيت مع زيت العود، وعندي الفرماج هو اصلا هو اختياري ما كيديروش مي انا ولادي بغاو درتو. شوفوا غادي ندهن الخبز ديالي بالصوص، تختاروا اي صوص عندكم صافي وغادي نعمرو ونقدموا لكم بالصحه والراحه ان شاء الله. وكانت هذه هي الوصفه ديال الخبز العربي. نتمنى تكون عجبتكم، عطيتكم جميع النصائح باش ينجح معكم الخبز. الا درتوا بها كونوا اكيدين غادي تحصلوا على نتيجه اللي كتكون هي رائعه. تنقدم لكم بالصحه والراحه. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم وصلوا لا فيديو لعدد كثير من اللايكات، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. هذا فضلا منكم وليس بالامر. تنقدم لكم بالصحه والراحه. تنضرب لكم موعد اخر مع وصفه اخرى. عواشركم مبروكه، الى اللقاء.